يا مساء الفل، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الحمد لله، هو بطلت أتأخر عليكم وعملت الحلقات مرة واحدة. عملت الحلقات كلها مرة واحدة عشان أخلص منكم ومن زنكم. بس والله على قلبي زي العسل يا جماعة، بجد بجد سعيدة جدا جدا. عمركم يا جماعة حسيتوا إن انتوا اتغيرتوا في لحظة واحدة حرفيًا، إن أنتم فجأة بقيتوا مش عارفين تمسكوا نفسكم، الصوت بيعلى، صوتكم بيعلى، إيديكم بتترعش، دماغكم فيها دوشة، وفي ثانية أنتم بقيتوا حد تاني خالص. اللي هنتكلم فيه النهارده مش عن العصبية العادية اللي بتحصل في أي يوم عادي، إحنا هنتكلم عن نوبات الغضب، واللحظات اللي بننفجر فيها فجأة، أو بنسكت بس من جوانا بيبقى فيه بركان. إيه هو كان اسمها إيه؟ ثانية واحدة، إيه هي الanger issues؟ هل الغضب شيء طبيعي؟ ليه بيحصل الغضب؟ وإمتى بيبقى صحّي؟ وإمتى بيتحول لحاجة خطيرة؟ وإزاي نعرف نهدّي الanger issues؟ وإيه الفرق ما بينها وما بين العصبية اللي كلنا بنعدّي بيها وبتبقى عادية وبتبقى شيء عادي مجرد نرفزة؟ وإزاي نعرف نهدّي نفسنا بدل ما نخسر كل اللي حوالينا؟ طيب خلّونا نبدأ. أول حاجة، إيه هي أصلًا نوبات الغضب؟ طيب، نوبات الغضب دي هي لحظات من الانفجار العاطفي، مش شرط تكون بصوت عالي، أوقات كتير بتكون صامتة أصلًا، بس جارحة جدًا، جدًا. هي لحظة بيكون فيها الضغط أكبر من قدرتنا على التحمُّل، فبنولع. آمم أنا حد عنده anger issues على فكرة، أنا حد من الناس مش عصبية عادي، أنا عندي anger issues. نفسي يا رب أقولها صح. طيب اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل أنا مش حد نرفوز، بس أنا حد عصبي. إيه الفرق ما بين الشخص اللي بيتنرفز وما بين الشخص اللي بيتعصب؟ الشخص اللي بيتنرفز ده أي حاجة بتضايقه عمّال على بطّال، عمّال على بطّال، بدون أي مبرر، تمام، وبيتعصب عمّال على بطّال، كل شوية يتعصب، كل شوية يتضايق، كل شوية يعلّي صوته. طيب إيه الفرق ما بينه وما بين الشخص العصبي؟ الشخص العصبي أنا بالنسبة لي، أنا باتكلم عن نفسي دلوقتي، أنا حد مش بيتعصب بسهولة. أنا بادّي مش فرصة أو 3، أنا بادّي بتاع 170 مليون فرصة، وباستحمل كتير جدًا. أنا شخص حمول إلى أبعد حد، ولكن بتيجي نقطة خلاص، أنا خلاص بقى عارف اللي هي آخر نقطة بتنزل على إزازة المَيّة قبل ما تدلقها، هي النقطة دي، تمام؟ فهي النقطة دي لو وحصل فيها انفجار، هنا ده اسمه anger issues. ليه؟ لأن أنت شخص مش عارف يوازن نوبات الغضب بتاعته. كلنا بييجي لنا نوبات غضب وده الطبيعي، بس في فرق ما بين نوبات الغضب العادية وبين نوبات الغضب بتاعة الanger issues. بتاعة الشخص اللي بيعاني من anger issues ما بيعرفش يفرغ نوبات الغضب دي بشكل متساوي متكرر على موقف أو مواقف في وقتها، بل هو بيسكت في حاجات ممكن تكون كبيرة جدًا وصعبة جدًا، وييجي على حاجة تافهة وينفجر. ده بسبب إن هو عنده anger issues وما بيعرفش يعمل عليها management، تمام؟ ولكن الشخص العصبي العادي ماشي، هاتعصب على حاجة، هاتعصب على حاجة لأ، ما اتعصبش على حاجة، مش عارف إيه، وهكذا. لكن الشخص اللي عنده anger issues ما بيعرفش يوازن بمقدار العصبية. هو عنده لو الحاجة مثلًا حصلت وده الوقت بتاع الانفجار، هو خلاص هي حصلت وهتحصل، ومش ما حدش هيوقّف اللي هو الطاقة اللي بيفرّغها دلوقتي. الشخص الطبيعي يعرف يوازن لو الموقف ده يستحق إن أنا أتعصب أو لأ، أو مثلًا ده موقف تافه ممكن أستحمله تاني. لو هو شخص حمول وطبيعي ما عندوش anger issues، هيعرف يوازن إن الموقف ده موقف تافه ممكن أعدّيه وآجي في موقف كبير أجيب القديم بالجديد. ولكن الشخص اللي عنده anger issues ما بيعرفش يسيطر على دي، وممكن تفلت منه في أوقات فعلًا ما تستاهلش، وده بيخلّيه دايمًا في نظر الناس غلطان. طيب الفرق ما بينها
ما بين بقى الانجر ايشوز وما بين الغضب الطبيعي هو الدرجة والسرعة وطريقة التعبير. نوبة الغضب ممكن تخلينا نخسر أعز الناس لينا، وممكن تخلينا نكسر حاجة، ممكن تخلينا نقول جمل نندم عليها، أو حتى ننهار ونبكي ونفقد السيطرة على نفسنا. كل واحد وطريقة تعبيره. أنا عن نفسي أنا ممكن أدغدغ المكان عادي، ودي حاجة للأسف بتضايق منها، لأن أنا بقيت أدغدغ الحاجة أو أكسر حاجة جنبي بدلا من إني أقول كلام وحش. كان في الأول قبل ما أعرف يعني إيه أنجر إيشوز، أو مثلا أعرف إن أنا اللي عندي مشكلة، كان ممكن أقول كلام فعلا وحش جدا وأنا مش مدركة أنا بقول إيه أو بعمل إيه، وفجأة أفوق من اللي بيحصل ده، وأنا أصلا بجد فعلا بيبقى الإنسان اللي في الموضوع ده كأن في شاشة سوداء نزلت على عينه، هو ما بيبقاش حاسس ولا فايق ولا واعي هو بيعمل إيه. فلما بيوعى ويعرف هو عمل إيه بيلاقي إن هو عمل مصايب. طيب إزاي بتحصل وليه؟ نوبات الغضب مش بتحصل فجأة، دي نتيجة تراكم. ممكن تكون تراكم مشاعر زي الظلم، الإهمال، الرفض، أو تراكم مواقف ما تكلمناش فيها، أو احتياج أنت مش لاقيله صوت، فلما جه الموقف ولقيت له صوت طلعت بعزم ما فيك. الجسم بيتعامل مع ده كأنه خطر، فبيفرز هرمونات زي الأدرينالين، ويبدأ يدق جرس، والقلب دقاته بتعلى، والتنفس يبقى سطحي، والتفكير يختفي، ويبدأ الغضب يبقى هو المتحدث الرسمي. عشان كده دايما مش دايما الناس بتصدق، بس أنا دايما بقول إن أنا وقت ما بتعصب، أو أي حد، أنا بتكلم عن نفسي دلوقتي، أو أي حد تاني بيعاني من نفس الموضوع، هو ما بيبقاش فعلا حاسس ولا واعي اللي بيحصل، لأنه اللي بيتكلم دلوقتي هو الشخص الغاضب بداخل كل حد فينا. ولكن للأسف الشخص اللي بيعاني من الأنجر إيشوز ما بيعرفش يسيطر على هذا الشخص البغيض. طيب، العصبية حاجة لحظية نقدر نعديها، بس الفرق ما بين الأنجر إيشوز وما بين العصبية إنه الأنجر إيشوز دي سلوك متكرر. لو كل حاجة بتستفزك، لو رد فعلك دايما أكبر من الموقف، لو الناس بدأت تبعد عنك، ممكن تكون مشكلتك مش بس العصبية، ولكن عندك تحدي وعندك مشكلة في التعامل مع الغضب. معناها مش إنك بس بتغضب، ولكن الغضب بقى وسيلتك الوحيدة في إن أنت تعبر، أو إن أنت تدافع، أو إن أنت حتى تلم زمام الأمور مرة تانية. فأنت بتغضب وخلاص، زي كان في مثل بيقول خدوهم بالصوت، وده كده حاجة غلط. هو عموما الانجر ايشوز حاجة من اوحش الحاجات اللي ممكن حد يبقى عايش معاها، بس الكويس في كل حاجة هو ان انت تعرف ان في مشكلة وتتعامل بيها. طيب، يا ترى الشخص اللي عنده انجر ايشوز ده بيبقى عنده انجر ايشوز، يخرب بيت كده، يخرب بيت اللي عنده نوبات غضب بتجيله ليه؟ حاجة من الحاجات دي زيها زي أي مرجع من مراجع الأمراض النفسية، هي الطفولة. التربية اللي فيها قمع أو فيها عنف، الاتنين عكس بعض ولكن الاتنين بيولدوا نفس الحاجة، بيبقى بسببها الطفل ممكن يطلع كده. ممكن الضغط اليومي، شغل، علاقات، مسؤوليات، إحباطات، وهكذا. ممكن يبقى عدم تقدير للذات، فأنا بعوض النقص اللي جوايا في حاجة تانية. أو ممكن يبقى اضطرابات نفسية زي القلق أو الاكتئاب، أو حتى الأكل والنوم ليهم دور. في ناس بتبقى الأكل والنوم مؤثرين عليهم. أعرف حد مجرد ما هو بيجوع بيدغدغ الدنيا وبيبقى إنسان تاني، وأول لما بيهدى بيبقى زي الكنتالوبة وجميل جدا وهادي ومفيش منه اتنين، بس هو عشان خاطر جاع شوية. وأوقات بيكون سبب مش اللي حصل قدامنا، لكن تراكمات من حاجات من أيام فاتت، والنقطة كانت هي بس النقطة اللي احنا شفناها دي هي بس كانت الشرارة اللي ولعت في الدنيا. أنا بالنسبة لي مثلا بالنسبة لي أنا في حالتي أنا متأكدة أن أنا 100% ورثاها
انا في عيله كلنا ما شاء الله عصبيين جدا، وكلنا بنتنرفز بسرعه وبنتحمق بسرعه. فانا بالنسبه لي شايفه انه غير ده انا كمان بشوف يعني ان احنا ما شاء الله جينيا ناس عصبيه يعني. وده كمان زاد لما انا ما حسيتش في الفتره اللي انا بكبر فيها، ما حسيتش ان ده شيء مش طبيعي. لما كبرت وبدات اتعامل مع ناس بره وشفت انه ايه ده في ناس ما بتتعصبش، ده في ناس ما بتتضايقش، ده في ناس بتستحمل، ده في ناس، بدات احس انه طب ما انا ممكن اهدي الموضوع شويه. طيب ده يخلينا نتطرق لنقطه بتقول ازاي نهدي نفسنا. اول خطوه اعترف ان انت غضبان، ان انت متضايق. ده مش ضعف، ده وعي. انا دلوقتي بقيت الحمد لله شويه لما مثلا حد يقول على حاجه او انا اتكلم في موضوع وانا انفستد قوي فيه ومتضايقه او مش عارف ايه وعماله برزع وبتاع، حد يقول لي انت زعلانه، اقول له انا مش زعلانه، انا غضبانه، انا جوايا غضب فمحتاجه اطلعه. يمكن لما انا اطلعه ارجع وابقى تمام. وببقى متاكده بنسبه 100% ان انا يمكن بعد ما مهدى حتى لو اللي قدامي هو اللي غلطان هروح اصالحه عادي، بس افرغ الدقيقتين اللي انا عايزه افرغهم. حل من الحلول ان انت تاخد مسافه، تتكل على الله، تمشي بقى، تطلع بره الاوضه، تغير مكانك، تشم هوا، تتمشى شويه، كل الكلام ده. برضو حل من الحلول كانوا بيقولوا لنا اهالينا عليه زمان، قبل ما نقول حاجه غلط او قبل ما نفكر في اننا نتكلم اي حاجه، عد من 1 ل5. دي طريقه بتفصل فيها دماغك عن اللحظه اللي انت بتنفجر فيها. لو انت عديت من 1 ل5 وقعدت تهدى كده، حتى لو استغفرت 5 مرات، الموضوع هيهدي معاك شويه. برضو احد الاسباب اللي ممكن تساعد قوي ان انت اكتب اللي انت حاسس بيه. وانا دايما بنصح بموضوع الكتابة ده. لو حد اتكلم معايا اقول له دايما اجري على الكتابة. الكتابة بالنسبة لي حتى لو هتكلم كلام عبيط واتكلم كلام اهبل وشخبط واقطع الورقة، ما عنديش مشكلة، بس اطلع الحاجة اللي انا عايزة اقولها لورقة بدل ما اقولها لحد يسمعها وياخد على خاطره ويتضايق واصنع شخص تاني زيي. فلا، ما تعملش كده. وخد وقت ان انت تفصل شوية، تفصل ما بين اللي انت عايز تعمله واللي انت محتاج تعمله وبين المفروض يحصل عشان ده الصح. عشان مش كل الناس ذنبها ان هي تسمعك، او مثلا مرغمة ان هي تسمعك، او مرغمة ان هي ما تردش عليك. لانه في بعض الأحيان نوبات الغضب دي بتبقى كمان عايدة بالسلب عليك، غير طبعا ان هي ده عايدة بالسلب على صحتك وعلى عافيتك وعلى دايما ان انت بتفكر وعلى كل الكلام ده. هي كمان بتعود عليك انه ممكن التهور ده يخليك مثلا في موقف مع حد ما تعرفش الحد ده ممكن يعمل فيك ايه، ما تعرفش الموضوع ممكن يوصل لفين. فلا، كل حاجة ليها تبعيات. الغضب مش عيب، ولكن العيب ان انت ما تسيطرش عليه او ما تحاولش تسيطر عليه، او تقول اصل انا طبعي كده. مفيش حاجه اسمها طبعي كده، مفيش طبع في الدنيا وحش حد مضطر ان هو يسكت لك عليه. حاجه من الحاجات اللي انا لما بقيت حد كبير شويه بقيت افهمها، ان انا ببص على الجانب الاخر. لما كنت بشوف خناقات وبشوف فيها حد بيهين حد، ما كنتش بقول على الشخص المتعصب ده يمكن ده طبعه كده، يمكن هو مش قصده. كنت بشوف دايما ان هو شخص قليل ادب، وان هو بيتعدى على مساحة غيره، سواء كانت المساحة دي كإهانة إنسانية أو كمنظر قدام الناس في الشارع أو في أي حاجة، أو حتى لو صحاب ما بينهم وما بين بعض. كنت ببص على الشخص التاني ان هو طب ما ترد عليه، انت ما بتردش عليه ليه؟ ودايما بقيت لما ببقى في موقف خناقه دلوقتي برجع اقول ما ممكن الشخص اللي قدامي يرد عليا، بعيدا بقى عن النظره الانسانيه، بعيدا ان انا بحب الشخص ده او لا. لانه كده لازم احسب ان الشخص ده انا بحبه وهو بيحبني، ولازم اعمل حساب لده، ولازم احترم ان اللي قدامي ده انسان لا يستاهل ان انا اهينه او يستاهل مثلا ان انا اتعصب عليه لمجرد ان انا حد عصبي. انا ببص من ناحيه انه لا، ما هو ما ينفعش برضه، ما هو ممكن يرد عليك
ويديك بالجزمة عادي. فالغضب مش عيب، ولكن العيب ان انت ما تسيطرش عليه وما تحاولش وتقول انا طبعي كده وبحب كده وما اقدرش اعيش وما عنديش الا كده. تبقى الصراحة يعني مش قد كده. فليك وللي حواليك، انت مش مضطر تكبت ولا تندم ولا تكسر ولا تنفجر. لو قدرت تمسك نفسك في عز لحظة الانفجار فانت مش ضعيف، انت قوي جدا، انت اقوى حد في الدنيا، لانه مفيش حد بيبقى عارف قد ايه الموضوع بيبقى صعب قد اللي بيعيشه. والمرة الجاية اللي تحس فيها ان انت هتنفجر، فكر هل انا فعلا غضبان، ولا محتاج افهم نفسي اكتر، ولا محتاج افرغ طاقة وخلاص، سواء كانت على مواقف قديمة او على مواقف ملهاش دعوة بالشخص اللي قدامي اصلا. استنوا الحلقة الجديدة اللي هنتكلم فيها عن فقدان الشغف تجاه الأشخاص، وممكن بقى يمكن بقى المرة الجاية نغضب فيها مع بعض، بس نغضب صح. تصبحوا على خير.